نسر الاهلي يفسح الزمالك في استاد القاهرة بنتيجة 4-1. طبعا حسين الشحات اللي بيقدم حلويات، هدفين، هدف في الدقيقة 2 وهدف في الدقيقة 36، هدفين من تسديدتين رائعين. دي لقطة محمد صبحي بعد الهدف التاني اللي هو يعني حاجة شبه اللطم كده، طبعا دي حاجة اصلا غلط. بعد كده علي معلول بيضيف الهدف الثالث من تسديدة برضه روعة من على حدود المنطقة في الدقيقة 46. الشوط الثاني الزمالك يحاول يعدل من نفسه. كورة زيزو بقى بتاعت ضربة الجزاء دي هي فيها وعليها، في زقة كده من ديانج، ولكنها صراحة انا شايفها انها مش ضربة الجزاء، ولكن في الدقيقة 68 زيزو يجيب ضربة جزاء. طبعا محمد شريف المخيف في البلاس 90 يضيف الهدف الرابع بالتخصص قدام الزمالك، هو اصلا متخصص اهداف قدام الزمالك.